المرافق اللي بيجي مع العيان في العيادة ليه دور مهم جدا، وكتير من العيانين بتبقى مشكلتهم او يعني اللي بيزود مشكلتهم هو المرافق اللي معاهم. يعني لما يجي عيان ومعاه مرافق والعيان بيتوجع والمرافق طول الوقت مصمم يطلعه غلطان، طب انت جاي معاه العيادة ليه؟ ما تجيش، خليك في البيت. العيان ده هيبقى احسن من غيرك. فاللي عايز اقوله في الفيديو ده الموضوع ده استفزني. ففي اخر يوم طويل من العيادة والعيانين، ما تجيش العيادة لو انت مش مهتم باللي انت جاي معاه. وبالنسبة للعيان ما تجيبش معاك حد انت عارف ان هو مش مهتم بيك، هو جاي معاك يمضي حضور. ما تعملش كده في نفسك. عشان خاطر انت تعبان، فكفاية عليك ألم الوجع، ما يبقاش عليه كمان الألم بتاع المرافق اللي مش مهتم بيك. ده وحش، ما تعملش كده في نفسك. وحط نفسك أولوية على اللي حواليك. لما تبقى تعبان بجد حط نفسك أولوية عشان تخف. فلما تخف تعرف تفيد الناس اللي بتحبك بجد واللي انت بتحبهم بجد، وما تبانش ضعيف قدام الناس اللي انت عارف ان هم ما بيحبوكش وما بيتمنلكش الخير. فخد بالك من نفسك، انت مهم. افتكروا دايما ان الامل موجود. سلام عليكم.